ما هو البيت لازم يتقلب فوقاني تحتاني، غسيل ومسح وترويق، وبدل الطقم 2 و3 4 كمان، والصاجات راحة جاية من البيت للفرن ومن الفرن للبيت. لا، دي بقى عايزالها ميزانية تانية دلوقتي، ولازم يكون في خناقة على اختلاف الأذواق. منظر الناس في الشارع أجمل ذكريات الطفولة العادية. أهلا بيكم معايا، أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة بعنوان ليلة العيد. على قد ما رمضان بيجي بعد طول انتظار، بس بيمشي بسرعة عجيبة، وعلشان رمضان شهر الخير والكرم بتكون آخر لياليه هي ليلة العيد. وزي ما رمضان ليه استعدادات، العيد كمان، وأكيد عيد زمان غير عيد دلوقتي. جاهزين؟ زمان استعدادات العيد بتبدأ بهدوم العيد اللي كان ليها فرحة كبيرة قوي. أصل زمان ما كناش بنجيب هدوم عمال على بطال زي دلوقتي، كنا بنجيب هدوم العيد اللي هو طقم، وتقريبا كلنا بنبقى زي بعض، ونشيلها ونطلعها كل شوية، نتفرج عليها ونفرج أهلنا وأصحابنا، ونشيلها تاني لغاية ليلة العيد، ناخدها في حضننا لغاية الصبح، ده لو نمنا أصلا، علشان نلبسها بدري ونعيد. دلوقتي بنجيب هدوم العيد برضو، وبدل الطقم بقى 2 3 و4 كمان، بس الفرحة مش زي زمان. زمان كانت هدوم العيد ممكن تتجاب في يوم أو يومين، دلوقتي بقينا بناخد أسبوع أو 2. ده بقى غير الأذواق العجيبة بتاعة الجيل ده، ولازم يكون في خناقة على اختلاف الأذواق ما بين الأهل والجيل الجديد. وكمان ما بقيناش بنفرج بعض على هدوم العيد علشان مفيش حد يجيب زينا. كحك وبسكوت العيد، زمان كان تقريبا مفيش بيت ما بيعملش كحك وبسكوت، ولمة العيلة والأهل والجيران والأصحاب وإحنا سهرانين وبنعمل الكحك، والصاجات اللي راحة جاية من البيت للفرن ومن الفرن للبيت، وفرحة الأطفال وهي شايلة الصاجات وبتتسابق علشان تلحق الفرن بسرعة ونخلص. دلوقتي تقريبا كلنا بنشتري الكحك والبسكوت، ما بقاش في حد عنده طاقة ولا وقت، وبقى أسهل وأوفر. تنظيفة العيد، زمان البيت كان لازم يتقلب فوقاني تحتاني، غسيل ومسح وترويق، علشان يبقى البيت فلة لاستقبال العيد. دلوقتي هي تنظيفة العيد، مفيش أي فرق. ونيجي لأجمل حاجة في العيد، تكبيرات العيد وصلاة العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. منظر الناس وهي خارجة في الشوارع رايحة الجامع، والأطفال وفرحتهم منظر جميل، والحمد لله بيزيد سنة عن سنة. وبعد الصلاة والناس بتهني بعضها بالعيد، حاجة جميلة وفرحة كبيرة قوي. ويجي العيد، زمان البيوت كانت بتتملي بالأهل والأصحاب والجيران، أنا عندك النهاردة وإنت عندي بكرة، وهكذا. دلوقتي البيوت فاضية، معظمنا بيسيب البيت أصلا ونروح نقضي يومين بعيد عن الدوشة والزحمة. العادية، أجمل ذكريات الطفولة. زمان العادية كانت بسيطة وبنجيب بيها بومب وحلويات، وتقريبا الكل بيدي عادية وبياخد عادية. دلوقتي العادية محتاجة ميزانية،
زمان كنا بناخد العيدية، أما دلوقتي إحنا اللي بندي العيدية. الشوارع في العيد، الأطفال زمان كانت بتبقى مالية الشوارع، بنتقابل باللبس الجديد ومعانا العيدية علشان نلعب ونأجر عجل ونركب مراجيح. دلوقتي الشوارع أهدى بكتير، محدش عايز ينزل، وبقت في أماكن نتقابل فيها زي النوادي والكافيتريات. فرق كبير ما بين العيد زمان والعيد دلوقتي، بس برضه هيفضل هو العيد، فرحة كبيرة قوي. يا ليلة العيد أنستينا، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد على كل القلوب الطيبة. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.